طيب في الفيديو ده ان شاء الله احنا هنتكلم عن فكرة تانية من افكار البوزيشن. خلونا نشوف المثال اللي معانا وبعد كده نفهم ازاي نعمله. لو انت بتتحرك، والموضوع ده موجود في مواقع كتير على فكرة، لو انت بتتحرك هتلاقي، خلونا بس نقول حاجة الاول. السكشن ده دلوقتي استاتيك، لما بتيجي تتحرك بيكون فيكسد، بس هو ولا فيكسد ولا ستاتيك، لان الاستاتيك معناها ان هو ثابت والفيكسد معناها ان هو بيتحرك. انت هتقولي طب ما هو بيتحرك، لا، هو بيتحرك لحد ما البيرنت او السكشن بتاعه يخلص، بعد كده خلاص بيسيبك. يعني هو بيوصلك لحد حته معينه وبيقول لك مع السلامه انت. لا هو نفس فكره السهم اللي احنا عملناه فكان بيطلع لفوق، ولا نفس فكره الاستاتيك اللي ثابت مكانه. ازاي نعمل الموضوع ده؟ انا هنا عملت ديفين بساط بالشكل ده. الديفين دول، لحظه، الديفين دول بالشكل ده، ديف في ديف بيرنت اللي هو الاحمر ده، وفي ديف تاني جواه. اللي انا عايز اعمله وخليت الصفحه طويله قوي ان انا لما اعمل سكرول السكشن ده اللي هو التشايلد هيتحرك معايا لحد ما يجي لاخر البيرنت ده. ازاي ده نعمله؟ هنا في ريلاتيف انا هغير الكلاس بتاعه علشان يناسب البروبرتي اللي احنا هنتكلم عنها، وهيكون ستيكي بالشكل ده. هي مش ده الاسلوب مش دي الكلمه بالظبط، هي بتتكتب كده ستيكي كده بالظبط بتاعها، مكتوبه صح كويس. نحطها هنا في الكلاس بوزيشن ستيكي، وبعدين بتديله البوزيشن. يعني ايه؟ يعني دلوقتي انا قلت له واحنا بنتحرك مع البيرنت اتحرك معاه، لما اجي اتحرك مش هيتحرك لان انت ما حددتلوش. هو بيتحرك لكن انت لازم تحدد له بوزيشن معين. فانا هقول له ان في التوب مثلا يعمل من التوب 10% مثلا بالشكل ده. لو جينا هنا هتلاقوا ان احنا وهو بيتحرك كده، هتلاقوا ان هو من التوب 10%. ممكن نخليها 10 بكسل، هيكون شكلها احسن او هتكون واقعية اكتر بالشكل ده. هو ثابت لما بنيجي نتحرك بيتحرك معانا بمقدار 10 بكسل من فوق من البيرنت. لما البيرنت بيخلص خلاص بيسيبك. دي فكرة الستيكي بكل بساطة. اللي احنا عملناه في الدروس اللي فاتت علشان نعمل مراجعة سريعة ان احنا بنغير البروبرتي اللي هنا، بناء عليها بيتغير الاسلوب اللي بيتفاعل بيه، اللي بتتفاعل بيه الاليمنت معانا. سواء كان الاسلوب ده احنا اتكلمنا في اكتر من حاجه، سواء كان استاتيك ثابت ما بيتحركش خالص، او كان ريلاتيف بيتحرك لكن المكان بتاعه محفوظ محدش بيجي مكانه، او كان بوزيشن ابسوليوت بيتحرك لكن المكان بتاعه ما بيكونش موجود وبيتحرك بناء على اول بيرنت ليه. او اتكلمنا عن فكره الفيكسد ان احنا عندنا سهم معين موجود طول ما احنا بنتحرك، او فكره الستيكي اللي هو بيوصلك لحد حته معينه وبعد كده بيقول لك مع السلامه انت. يا رب فكره البوزيشن كانت واضحه، ولو في اي حاجه ما كانتش واضحه فيها اكتب لي في الكومنتات وانا هجاوب عليك، لكن ان شاء الله ان هي تكون واضحه وتكون مفهومه، واشوفكم في الفيديوهات الجايه ان شاء الله.